عندنا الصداع طبعًا هواية ناس يعانون منه، وأكثرهم يعني يتصور أنه إله علاقة بالضغط، صعود ضغط، نزول ضغط، يربطه بهاي الأشياء. الصداع هو لازم الناس يعرفون أنه هو مرض قائم بحد ذاته، الصداع عندنا أنواع، يعني مرضى مثلًا عنده صداع ياخذ حباية مسكن يروح منه الألم ما عنده مشكلة وياه، أما إذا الصداع متكرر فالمريض بهالحالة لازم يراجع طبيب حتى يعرف نوع الصداع والعلاج المناسب له. الصداع بشكل عام ممكن نقسمه إلى عدة أنواع. عندنا أولا صداع الشقيقة، والشقيقة أيضا أنواع. ثانيا عندنا الصداع التوتري أو التنشن هيدك. عندنا بعد الصداع ممكن يكون سببه أي التهاب بالوجه، مثلا التهاب الأسنان، اللثة، التهاب مفصل عظم الفك، عندك مثلا زيادة ضغط العين أو أي سبب آخر بالجمجمة ممكن يسبب صداع. سرطان الفقرات العنقية أيضا يسبب صداع. طبعا عندنا أيضا الأسباب الأخرى اللي هي قليلة، مثلا ارتفاع ضغط الدماغ. ارتفاع ضغط الدماغ ممكن يكون أمين، وأكو ممكن يكون لا. اللا أنه ممكن يكون عنده ورم بالدماغ، والورم بالدماغ ممكن يكون يعني مو خبيث أو ممكن يكون خبيث، وهذا الصداع واحد أيضا لازم يعرف السبب مالته. فعندنا مثلا المرضى اللي يعانون من صداع الشقيقة، أكثر المرضى عبالهم هو صداع نصفي، لا مو شرط. عندنا صداع الشقيقة عندنا عدة أنواع. عندنا أولا مثلا كلاسيك مايجرين أو نسميها الشقيقة الكلاسيكية. هذه تبدي نسميه أورا، أول شي يشوف مثل الأضوية زجزاج، وبعدين يبدي عنده الصداع. الصداع يمكن يبدي بنصف الرأس أو من الجهتين، والصداع يكون كلش قوي، ينفض ينبض، ممكن يصير وياه لعبان نفس، ممكن الضوء يأذيه، ممكن الصوت يأذيه، وهاي تجي على شكل نوبات ممكن تطول ساعة، ساعتين، أو حتى أكثر من يوم. طبعا هذه علاجها إلها علاج خاص، علاج للنوبة، وعندنا علاج ننطيه للوقاية. النوع الثاني من الشقيقة نسميها الكومن مايجرين أو الشقيقة العادية. هذه تصير نفس الأعراض الكلاسيكية، لكن ما تبدي بأورا، يعني ما تبدي بهالات من الضوء والزقزاق، رأسا يبدي الصداع. طبعا هاي النوبات تتكرر بالأسبوع مرة، ممكن كل يومين، ممكن بالشهر مرة، ممكن أثناء الدورة الشهرية خاصة عند النساء. فهذه أيضا علاجها شكل، وأكو أكلات معينة المفروض المريض يبتعد عنها، مثلا الجبن، الموز، الكاكاو، الجوع مثلا يطير وجبه، تعب، العصبية، حبوب المانع، هاي كلها تهيج الشقيقة. حتى العطور القوية والهواء البارد هم ممكن يهيجها. فهذا المريض لازم يراجع حتى يعرف نوع الشقيقة. أنواع الشقيقة الأخرى نسميه مثلا صداع عنقودي. صداع العنقودي يجي على شكل نوبات ألم كلش حاد بالعين وجهة واحدة من الرأس. هذا الصداع ممكن يطول لمدة ساعة، يجي بفترة محددة من اليوم بعدين يختفي. ثاني يوم أيضا يتكرر، ممكن يتكرر إلى لمدة أسبوع أو أكثر، وراها يختفي. ورا سنة أو 6 أشهر ترجع نفس النوبة. هذا نسميه صداع عنقودي، هو نوع من أنواع الشقيقة، خاصة بالرجال يصير. عندنا أيضا الهيميكريني أو نسميها النصف قحفي. هذا يصير أكثر شيء بالنساء، وبالنساء دائما يصيب بجهة العين. الألم كلش قوي، ممكن يطول ربع ساعة إلى نص ساعة بعدين يختفي، لكن النوبات تتكرر باليوم فد 10 مرات، ممكن يتكرر يومين أو أكثر. هذا أيضا نوع من أنواع الشقيقة، واحد لازم يعالجها. أكو أنواع أخرى نسميها السنسيت، أكو الآيس بيك، يعني مثلا لسعة الثلج، إن واحد ياكل فد شي بارد رأسا يصير عنده صداع. هذه أيضا نوع من أنواع الشقيقة. عندنا أسباب الأخرى للصداع غير الشقيقة، هو الالتهاب العصب الخامس. هذا الالتهاب العصب الخامس كلش منتشر، يصيب الألم يصير بالفروة مال الرأس، ممكن يكون مستمر أو يصير على شكل نتلات كأنه نتلة كهربائية.
فهذا النوع من الصداع أيضا له علاجه الخاص. فشوف الشقيقة العصب الخامس بكبار السن ممكن التهاب الشريان الصدغي أيضا يسبب صداع كلش قوي. عندنا النوع الثاني من الصداع، قلنا الصداع التوتري أو نسميه التنشن هيدك. هذا يصير أكثر شيء بالنساء. الصداع يكون بكل الرأس، دائما يتهيج بسبب شد عصبي أو ما مرتاح المريض، فالصداع يكون بكل الرأس، مو كلش قوي، مو مثل الشقيقة. وطبعا هذا النوع من أنواع الصداع يحتاج إلى مهدئ، يحتاج إلى علاج الصداع، والعلاج الرئيسي هو الشد العصبي. أما الأسباب الأخرى مثلا التهاب الجيوب الأنفية، التهاب مفصل عظم الفك، أو آه، أي التهاب بالفم، السن، هذا يجب أن يشخص أيضا إلى علاجه الخاص. صفوان الفقرات العنقية هم. فإذا الصداع هو مرض قائم بحد ذاته. أما ارتفاع ضغط الدماغ فهذا غير نوع من أنواع الصداع يسبب. الصداع كلش قوي خاصة الصبح أول ما يقعد المريض، ممكن يصير عنده تقيؤ نسميه بروجكتايل فوميتنج بدون لعبان نفس، وطبعا يتكرر ومستمر، وأي مسكنات ما تفيده. فهيش مريض لازم يراجع طبيب، يسوي له مفراس أو رنين حتى نتأكد من السبب. إذا ما لقينا شيء ممكن يسوون فحص لضغط الدماغ، وهذا أيضا له علاجه الخاص. إذا المريض من عنده صداع لا يتهاون به، يعني أخذ مسكن راح من الصداع ما عندنا مشكلة، بس إذا متكرر دائما مستمر لا يقول والله ضغطي مرتفع وضغطي نازل. بالعكس هو الصداع من يصير من يقيس ضغطه راح يكون مرتفع، نسميه ضغط انفعالي، يعني السبب هو الصداع مو الضغط. فالضغط الارتفاع أو نزول ما يسبب صداع نهائي. فلذلك هيك مرضى لازم يراجع طبيب حتى يعرف نوع الصداع ونوع العلاج المناسب له.